شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران. من طلعت هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايبي وإخواتي وأصحابي؟ ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويسعد قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين ويجوا عليكم رمضان يا رب يا رب كده. نقضي فروضه كلها على أكمل وجه بإذن الله، نصلي ونصوم وكل حاجة كل حاجة نعملها على أكمل وجه في رمضان بإذن الله، نطلع منه إن شاء الله يعني كسبانين. الصلاة والصوم وكل حاجة جميلة احنا المفروض نعملها في رمضان نعملها بإذن الله. ونصلي التراويح. قولوا لي يا جماعة، مين بيروح يصلي التراويح في الجامع؟ في ناس بتصليها في البيت وفي ناس بتصليها في الجامع. على فكرة انا واحدة من الناس اللي بحب اصليها في الجامع، بحس بفرحة وبحس بحاجات جميلة كتير. واحد بيبقى مع الشيخ كده وهو يعني بيقولوا الخطبة بيبكي. هو يعني بتبقى حاجة جميلة وإحساس جميل فعلا فعلا. يعني شهر كله فرحة وكله كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة فيه. كده بقى أنا بعمل إيه؟ أنا طبعا عايزة أقول لكم دي تاني مرة نفرش الصالة. إزاي تاني مرة نفرش الصالة؟ طبعا مصورة لكم فيديو وهي حبيبة مصوره لكم فيديو وهي مسحت الصاله وروقتها وظبطتها والكلام ده كله. فرشت بقى عندي طقم كشمير كده هو حافظه بتاعه الركنه. راحت هي حطاها فرشتها وحطت الستاير بتاعتها. عفوا. طبعا ايه قلت لها انا طبعا كنت وديت عيشه بنتي، وديتها القصر تعبانه، القصر العين لو تسمعوا عنه، عشان سنانها تعبانة وكده وهي لسه صغيرة. فالمهم يعني محدش كل الدكاترة كانوا بيقولوا لازم تروح القصر، يعني ما نقدرش نعملها حاجة عشان هي صغيرة 4 سنين وكده. فالمهم فأنا جيت بقى، كنت صاحية في اليوم ده الساعة 6 الصبح. جيت نمت، فهي بقى ايه اشتغلت سهرت على الشقة. طبعا راحت حطت فرشت وكده والكلام ده كله، فرشت الحافظة اللي قلت لكم عليها والكلام ده كله بتاعت الركنة. قلت لها يا بنتي كنت نايمة وما شفتهاش. قلت لها يا بنتي فين القماش الخيامية وفين الحاجات دي والمخدات والكلام دوت؟ قالت لي انت هتحطيهم. قلت لها مش هحطهم، يعني ما كنتش احطهم في رمضان، احطهم امتى؟ هاتي يا بنتي يلا، يعني احنا مكلفين وجايبين فوانيس وجايبين حاجات وكل ده وانوار وكلام من ده، وما نحطش الحاجات دي ازاي؟ ده ما شاء الله دي يعني شكل بتبقى جميلة. عايزه اقول لكم هي المخدات ديت وفرش الخياميه دي عندي انا كنت عامله كسوه للركنه. انا اول مره عشان اكون صريحه معاكم، اول مره اجيب القماش الخياميه ده وان اعمل حاجات زي كده اجواء رمضان والكلام دوت. كان ساعه ما عملت القماش ده، عاملاه امتى؟ عاملاه السنه اللي فاتت. بس انا بقى اللي كان مضايقني فيه، انا كنت عامله زي حافظات كده بتتفرش على الشلت. بس اللي يجي يقعد تبص تلاقي اتلمت في ساعتها، وكل شويه نفرش فيها ونفرد فيها. السنه دي بقى قلت الحقيقه يا حبايبي انا مش هحط كل القصص دي، انا هحط بس المخدات وهحط المناديل بس اللي هي الايه، المفارش دي اللي انتوا شايفينها ديت بتاعه الخياميه. بس كده. فغيرت بقى، جبت نور غير النور وجبت حاجات هتشوفوها معانا دلوقتي والكلام دوت. طبعا حبيبه كانت حاطه لي برضو الستاره الكشميري، الكشمير اللي هي تبع الحافظه بتاعه الركنه. اضطريت ان انا اشيلها واحط الستاره اللي شفته حبيبه وهي بتركبها، عشان دي تبقى لايقه شويه، ايه يمكن ماشيه شويه مع قماش الركنه، فاهمني؟ بس فعايزه اقول لكم والله العظيم، بس بجد لما نزلت اشتري الحاجه بجد بجد الله يعين الناس، بامانه حاجه غاليه جدا 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 جدا،
غالية جدا. اقل فانوس يا جماعة، اقل فانوس والله العظيم معدي 300 جنيه، وعامل 300 جنيه، وعامل 250. يعني عايزة اقول لكم بيبتدي من 250، يعني بيبتدي معاكم 200. وفيه فوانيس بلاستيك كده، يعني شكلها دنيء شوية، يعني مش اللي بالكم فيه مش حلوة يعني. بس انا نزلت بصراحة، عايزة اقول لكم لا مصاريف جامدة. عايزة اقول لكم والله العظيم صرفت مصاريف محدش يصدق انا صرفت كام لو قلت، بس مش هقول يعني. بس انا بتمنى بس ده كله ان حد يتفاعل مع حلقاتي ويحط لي اللايك ويفعل لي جرس والكلام ده كله، يعني يعمل لي متابعة. اللي مش عامل لي متابعة يعمل لي متابعة. يكتبوا لي في الكومنت ايه رأيه، ايه رأيكم في الحاجة اللي انا عملتها. بص ده الفرع ده لوحده. عايزه اقول لكم الفرع اللي بتعلقوا حبيبه ده لوحده والله العظيم عامل 300 يعني قولوا 400 جنيه. يعني هو 400 ل 20، قولوا 400 جنيه الفرع ده لوحده، غير بقيه الحاجه. يعني عايزه اقول لكم شويه زينه بس كده في البيت ممكن يعملوا 1500. طبعا ما تصدقوش الكلام ده، بس والله دي الحقيقه بجد والله. اللهم صل على النبي. طبعا الفرع اللي بينور ويطفي الوان ده عندي من السنه اللي فاتت. تمام. بصوا كده، ده المفرش بتاع الترابيزه. يا رب بس يعجبكم بس فرش الصاله. وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم. كل سنه وانتم طيبين، هي فرحه جميله بجد. عايزه اقول لكم حبيبه بتعمل كده وهي مبسوطه فرحانه. عايزه اقول لكم قلت لها افرش انا، قالت لي لا، عايزه افرش انا فرش رمضان. يا بنتي افرش انا، تقول لي لا يا امي بالله عليكي انا اللي اعمله. قلت لها طب يا حبيبه اعمليه انتي. وعجبها، بصي بقى فرحانه فرحانه خالص. وبصوا الستاره بتاعت الركنه هوريها لكم بتاعت الطرقه قصدي، هوريها لكم دلوقتي وقولوا لي رايكم فيها. انا جبتها تمشي مع الفرش بتاع الركنه، هي فيها اصفر وكده. بصوا كده كل ده يعني الحاجات دي في حاجات بتاعت السنه اللي فاتت، وحاجات الحاجه اللي على الترابيزه انا جايباها السنه دي. يعني الفانوس اللي هو فيه الكعبه انا جايباه السنه دي والهلال ده جايباه السنه دي. وحاجات كتير انا جايباها السنه دي. بصوا كده، انا عندي زينه كتير من بتاعه رمضان اللي فات بس مش عايزه اعلقها بقى. حبيبه بتقولي بلاش يا ماما، فانا عايزه حاجات تبقى بسيطه وجميله كده. بس قولي له ايه رايكم. والله بجد أجواء جميلة، ورمضان جميل جميل، وفرحة وكل حاجة لذيذة فيه. بصوا كده، شفتوا الستارة. ده كده بقى ايه الفرش ده. المفارش دي انا جايباها للتلاجة. عايزه اقول لكم برضو اول مره في حياتي اجيب فرش للتلاجة، لان انا بصراحه على طول بغسلها. مش معنى اللي بيجيبوا مفارش دول ما بيغسلوهاش على طول، لا، بس انا اقول عايزه بمسكها اغسلها بس هي زي الفل كده زي ما انتم شايفين كده على طول. ما شاء الله عليها. انا وحبيبه انا ما كنتش انا اغسلها، حبيبه تغسلها. بصوا كده، بس عايزه اقول لكم غير شكل التلاجة تماما بامانه. كي طبق اللحمه ده أنا كنت مطلعاه عشان عايزه اوديه المفروم مفرومه. بس بقى ايه، ما نسيت. رحت السوق ونسيت اخده معايا. بس وعايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم. شفتوا برضو الحاجات اللي على التلاجة من بره جميلة بجد. هي دي من السنة اللي فاتت برضو، بس ايه يعني قاعدة زي ما هي زي ما انتوا شايفين. فحرام اشتري تاني وانا عندي يعني. هجيب ايه ازيد من كون فيها فانوس وحاجات زي اللي محطوطة على التلاجة. فاهمني. انا لسه ما تسوقتش والكلام دي حاجات ايه يعني كانت في التلاجة. بصوا جميلة مش كده. ايه رأيكم في التلاجة؟ دي بقى الستارة دي بتاعت برضو السنة اللي فاتت، كنت عاملاها للحوض. هيت. طبعا انا عملت على قد ما قدرت، لان انا زي ما قلت لكم اول مرة احط الحاجات دي. بس عايزه اقول لكم بجد فرحانين. بس حبيبه سابتني بقى المره دي انا اللي علق الحاجات دي، لان هي ما باليد حيله وما بتعرفش تعلق الستاره بتاعت الحوض. هي ارخم حاجه في القصه دي كلها هي ستاره الحوض دي، ما بتركبش بسهوله. والله بجد ما بتركبش بسهوله. بس كده انا عملت كده ستاره الحوض. بس قولوا ايه رايكم. انا عايزه اقول لكم انا خدت القماش رحت اشتريته لما وديته للست تخيطه. الستاره دي والحاجات دي. انا اللي بقيت اقول لها اعملي كده واعملي كده واعملي كده. يعني كل ده تخمينات. انا بقيت اشوف حاجات على النت واقول لها تعملي كذا واعملي لي كذا.
بصوا كده ديت القماشة البيضة دي. طبعا انا عندي الشباك في المطبخ زي ما انتوا شايفين، وقافلاه بمشمع وخشب زي ما انتوا شايفين. فطبعا عايزة اداري كل القصة دي عشان اعلق الستارة الخيامية، يبقى في خلفية من ورا الستارة حلوة، تدي شكل احلى من منظر المشمع والخشب والكلام ده. فانا رحت عاملة ايه، رحت جايبة القماشة دي كانت عندي، رحت عاملاها زي ما انتوا شايفين كده، فربطتها زي ما تقولوا بحبل في قلب الحامل بتاع الماسورة بتاع الستارة. فدي بقت الخلفية من ورا، القماشة البيضة دي الخلفية دارت الشباك خالص. ودي بقى الستارة اللي انا عاملاها. عايزاكم تشوفوها برضو وتقولوا ايه رأيكم. كل اللي ما شافش الحاجات ديت السنة اللي فاتت ويجي شافها السنة دي، ان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي انا عاملاها. قماش الخيامية ده في ناس بتعمله في حاجات طالعة جديدة، بس بصراحة على قد إمكانياتي. أنا كلفتهم السنة اللي فاتت، وقفوا على بمبلغ وبرضه على ما تفصلوا والكلام ده كله، ربنا وحده اللي عالم والله. بس إيه، برضه بيدوا يعني أجواء كده جميلة برضه في البيت. يعني بصوا حتى الستارة، يعني أنا معملها وعلقها هتعجبكم جدا. عايزاكم تشوفوها وتقولوا ايه رأيكم. بالله عليكم اللي يعجبه الحاجات اللي انا عاملاها يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رأيه. بصوا كده. وجبت برضو عندي فرش برضو كسوة برضو للغسالة. بصراحة انا كنت عايزة اجيب الورق الألمونيا دوت للبوتاجاز. بس البوتاجاز بصراحة انا زهقانة منه جدا، بس الحالة المادية مش سامحة بصراحة ان انا اجيب واحد غيره. والله العظيم بيهب وبيطلع نار والكلام ده كله. بس انا بقول ربنا يكرم وكده وابقى اغيره ان شاء الله بإذن الله. دي بقى التلبيسة بتاعت الغسالة اهيت، يعني عليها برضو رسومات هتشوفها دلوقتي، هي جميلة. حبيبه بنتي عماله تقول لي الغطا اللي فوق ده بيبقى ورا الغساله، وانا اقول لها يا بنتي ورا الغساله ازاي، ده دوت بيبقى فوق الغساله. تقول لي لا صدقيني بيبقى ورا الغساله. يا بنتي ارحميني، ازاي بيبقى ورا الغساله؟ تقول لي صدقيني ورا الغساله. اقول لها وهما يغطوا ورا الغساله ليه؟ هما مالهمش غير الواجهه والغطا بتاع الغساله من فوق، يعني اللي مفصل الطقم الكسوه كده. بس هتوريكوا دلوقتي حبيبه الرسومات اللي على بصوا شكلها جميل ازاي، فوانيس وركنة وحاجات كده شكلها حلو. هنيجي بقى ايه ده، دي كده التربو اللي انا حاطه في قلبيه البصل والثوم والحاجات دي. حطيت له برضو مفرش خيامية. دي بقى المفرش ده كان بتاع الركنة اللي هو بتفرش فوق الركنة على الشلت. بصراحة انا مش هفرشه زي ما قلت لكم، ففكرت ان انا ايه اروح حاطاه كده زي مفرش للايه، للمطبخ من فوق يدي شكل مع الصور اللي هي اللي في الظهر دي. ليه انا حاطه الصور ديت؟ انا حاطه الصور دي لان المطبخ ده انا مشتريه مستعمل يا جماعه، فمش ملوش ايه. شفتوا بقى الرخامه اللي هي بتبقى طالعه إيه، عامل حاجز كده من ورا، دي مش موجوده. فاي طرطشه اي حاجه بفرم قوط او حاجه طرطشت ما تجيش على الحيطه. وانا كنت دهنه المطبخ بصراحه. بصوا كده ده الفانوس ده والهلال ده شكله جميل تحفة. ده جامع الهلال، هو مش باين قوي معلش، بس ايه الهلال جواه جامع، فاهمني. كده هحط كمان الورد. انا جايبة زي بتوع يعني فصين ورد صغننين كده من اللي بتحطوا على المطبخ اهو. هجيب بقى ايه، اشيل السجاده القديمه اللي في الارض ده ايه. طبعا انا كنت معاكم عملت لكم روتين في المطبخ وانا بفضيه وبصبنه وبرص الحاجه تاني في قلبيه وبرتبه، شفتوه طبعا. دي طبعا المشاية دي انا عاملاها للمطبخ، كنا غسلينها. فطبعا حبيبه جابتها لي من البلكونه من على الحبل وكده، لان طبعا يوم رمضان بيبقى ضيق ما بيبقاش فاضيين. متنسونيش يا جماعه بالله عليكم في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بالله عليكم يا جماعه ارفعوا من روحي المعنويه واعملوا لي لايك بالله عليكم. وادي المطبخ اهو. يا رب لو عجبكم تحطوا لي تكتبوا لي كومنت وتقولوا ايه رايكم في ذوقي وفي ترتيبي وفي حاجتي. واشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. واقول لكم باي باي يا حبايبي. وما تنسونوش ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، في اللايك وتشاهدوا لي الحلقة كلها.
واقول لكم باي باي، مع السلامة.